اليوم بدي ساوي لكم خلية النحل بعجينة الشوكولا، واحدة من أطيب أكلات العجين اللي ممكن تجربوها بالبيت، وشغلتها ولا أبسط من هيك ولا أسهل من هيك. شرفوا معي. لك يا هيك الخلية يا أما بلا، والله منظرها أكتر من ذهب. منسقسق العجينة بالنسنة اللي حطيناها ومنلحقها بإختها. لحتى ناخد أفضل نتيجة للعجينة تبعنا لازم نخلط السوائل لحال والنواشف لحال كالعادة يعني. أول شي بدنا نفضي كاسة ونص من المي، والمي بدي إياها تكون دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كاسة وهي نص، وبدي كاسة حليب دافي، وفينا نعجن بس بالمي وفينا نعجن بس بالحليب، هي الشغلة بترجع لكم. بس إذا حطينا نص بنص بتطلع معكم العجينة أكتر من ذهب. ومننزل عليهم ظرف خميرة فورية أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبدي معلقة سكر كبيرة. هلأ بنزل فوق الخميرة وبعمل لهم تحريكة محترمة. بنفس الكاسة بدي عير 6 كاسات طحين، أي نوع طحين بيشتغل معكم ما في أي مشكلة. بسم الله. بحط لهم معلقة صغيرة ملح، الملح بيخلي العجين يشد معنا وبنفس الوقت بيريحنا بالشغل. وبدي 3 معالق كبار من الكاكاو السادة، هي 1 هي 2 وهي 3، وبعمل لهم تحريكة مرتبة. لازم نحرك الكاكاو مع الطحين كتير منيح. شايفين اخواتي بهذا الشكل. هلا اخواتي بننزل السوائل فوق النواشف وبنعجن. هي العجينة اذا جربتوها ان شاء الله رح تدعوا له للشيف علي، لانه رح تطلع معكم اكثر من ذهب. بسم الله. هلا بننزل السوائل فوق النواشف وبنعجن، لازم نعجن كتير منيح. اول شي بنحركها بالمعلقة، وبس لمت على بعضها بننزلها على الطاولة وبندعك العجينة تبعنا. شايفين اخواتي ولا اسهل من هيك. واخر شي اخواتي بننزل عليها معلقة واحدة من الزيت النباتي بس لحتى ننعم العجينة تبعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لي ما شاء الله اخواتي على هاللون والمنظر اكتر من ذهب. هلا بدي اعجنها لحتى تغب الزيت اللي حطيته. شايفين اخواتي هيك بدي قوام العجين يطلع معكم، هيك بتكونوا عم تعملوا اضبط واظرف طريقة عجين بالعالم. عجينة بنريحها بعد التشكيل، وخدوها بالحجم يلي انتم بدكم اياه. انا رح اعملها تقريبا 35 جرام. شايفين ما شاء الله اخواتي نعومة وطراوة العجين 100%. هذا الحجم يلي نحن بدنا اياه. واهم شيء الدوائر او الدعابيل يكونوا مدورين، يعني حاولوا تدعبلوهم 100%، هي الشغلة كتير مهمة. هي العجينة فينا نخليها سادة وفينا نحشيها شوكولا، على الحالتين بتطلع معكم أكتر من ذهب. هلا في عندي صينية حاطط لها ورقة زبدة لحتى العجين ما يلزق بقلبها. شوفوا اخواتي، بناخد الطابة مثل ما هي وبنجيب الشوكولا إذا حابين نحن نحشيها، بنحشي قلبها ومندعبل، وأهم شي نسكرها كتير منيح. شايفين ولا أسهل من هيك. بس ختمنا العجين منيح بنرجع بنعمل لها تدويرة وبنحطها بقلب الصينية، ومنساوي كل الطابات بنفس الطريقة. ومثل ما قلت لكم فيكم تخلوها سادة كمان بتطلع طيبة ولا أروع من هيك. أهم شي العجين نختمه كتير منيح، وبنعطيها شكل دائري وبنحطها بالصينية، وما بنخليهم قراب على بعض لحتى ما يلزقوا، يعني بنخلي فراغ بين الحبات من العجين. وآخر شي بدنا شوية حليب وشوية سكر بس لحتى العجين ما ينشف معنا ويطلع من الفرن أكتر من ذهب. شايفين لي ما شاء الله أخواتي والله المنظر بشهي القلب. هلأ بندهنها كتير منيح بهذا الشكل. ما بدي أعطيها عزم، بكل خفية بدي أدهن العجين لحتى ما ينتزع الشكل تبعه. هلا اخواتي بتشغلوا الفرن فوق وتحت على حرارة 180 تقريبا، بده 10 دقائق ليحمى، وبهذا الوقت بتكون العجينة اختمرت معنا. واهم شيء نغطيها لحتى العجين ما ينشف، هي الشغلة كثير مهمة. الفرن صار حامي عنا والصينية ريحناها تقريبا ربع ساعة. هلا بنحطها بالدرجة الوسط بالفرن، بتاخد تقريبا 20 دقيقة وبتكون جاهزة. شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر يلي بشهي القلب. يا هيك خلية النحل يا أما بلا. أخذت عندي بالفرن 20 دقيقة بالضبط وريحتها ما بتنوصف. شوفوا ما شاء الله طالعة مثل الكيك، هيك بنتأكد إنه عاملين الخلية على أصولها. وإذا بدكم تاكلوا شغلة وتدعوا له عليها للشيف علي، اختموها بطبقة نسلة على الوش بتطلع معكم 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. لك يا هيك الخلية يا أما بلا، والله منظرها أكتر من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لي ما شاء الله اخواتي على هالمنظر اكتر من ذهب. يا هيك الخلية يا اما بلا، هيك بتكونوا عاملين العجينة على اصولها. بسم الله الرحمن الرحيم.
بنسقسق العجينة بالنسلة اللي حطيناها ومنلحقها بإختها. طعمتها أكتر من ذهب، يا هيك الخلية يا أما بلا. هيك أخواتي وصلنا لنهاية الفيديو. مثل العادة إذا عجبتكم الخلية ما تنسوا تظبطوا لنا وضع الفيديو بلايك. كان معكم الشيف علي، ولازم تجربوا هي الطريقة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. تحياتي لكم.